ايه رأيك لو قلتلك ان في ممثلة مصرية مشهورة اتقال عنها انها اتجوزت شيطان؟ مش بس كده، دي حملت منه. انا بتكلم عن لطيفة نظمي، ممثلة في الثمانينات والتسعينات اللي حكايتها غريبة ومليانة رعب وغموض. قبل ما ابدأ اعمل لايك للفيديو وتابعني وصلي على النبي. لطيفة كانت في بدايتها ممثلة شاطرة، لكن حياتها مليانة مصايب. ناس كتير وقتها قالوا انها عملت عهد مع الشيطان عشان الشهرة، وانها اتجوزته بعقد دم. في حوارات قديمة معاها كانت بتقول كلام يخوف، زي انها طول عمرها محسودة ومطاردة، وان في قوة غريبة بتظهر لها بالليل في البيت، وانها بتسمع اصوات مش مفهومة بتكلمها. اللي زود الغموض اكتر انها اختفت فجأة لفترات طويلة من غير اي سبب واضح. الصحافة وقتها فضلت تكتب لطيفة نظمي اتجوزت شيطان. ناس قالت انها كانت بتتعامل مع السحر، وناس تانية قالت انها مجرد اشاعات علشان تشويه سمعتها. لكن الأغرب إن واحدة من صحباتها في الوسط الفني قالت إنها شافت بنفسها لطيفة بتكلم نفسها في المراية وبتضحك بصوت عالي كأن في حد تاني معاها. ولما سألوها عن السبب قالت جملة مرعبة: أنا عمري ما هعيش لوحدي، هو دايما معايا. هل فعلا لطيفة نظمي اتجوزت شيطان عشان الشهرة، ولا هي مجرد أسطورة من أساطير الوسط الفني؟ اكتب لي رأيك تحت في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتتابعني. وخليك دايما فاكر، الرعب الحقيقي لسه ما بدأش، الرعب لسه هيبتدي.